بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بالقرب وتنفك بالعقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. القرين بتاعك معاكسك دايما بيوزك على أفعال شيطانية، دايما بيوسوسلك بأفكار سوداوية، دايما كده ايه بيزقك لطريق الشر، طريق الخسارة، الطريق اللي مش مستحب. عايزة تلجميه، عايزة تخليه يبقى جنبك كده زي القط الكانن كده، عايزة يعني تخليه ما يزقكيش للأفعال اللي هي تغضب ربنا. هقولك تعملي ايه. هتقولي الأول بسم الله توكلت على الله، وتكتبي سورة التوبة في ورقة بيضة كده، هتجيبيها من المكتبة، عارفة كراسة الرسم، ورقة من كراسة رسم كده بيضة ناصعة كده، وتكتبي ايه فيها سورة التوبة، وتحطيها في يعني ايه معاكي كده يعني تحطيها كده في منديل، وتربطيها مثلا ايه في حمالة القميص بتاعتك كده، الملابس الداخلية، بس لما تيجي تخشي الحمام طبعا تشيليها، او تحطيها ايه في شنطتك وانتي ايه خارجة. هتخلي القرين بتاعك يخنس ويجلس بجانبك مثل القط الهادئ. يا ريت تعملوا الحاجات ديت والله، يعني فعلا عن تجارب، مش هقول لكم يعني انا اللي خلاني اتجه برضو ان انا انقل لكم الحاجات ديت، عشان انتوا شايفين كنت كاتبه الحاجات دي، لان انا اتبعت الحاجات ديت والحمد لله الحمد لله الحمد لله، فقلت لازم افيد بيها الناس زي ما انا استفدت. فهنقول تاني، هتكتبي سورة التوبة وتحطيها، لو انت رجل بقى هتكتب سورة التوبة وتحطها في جيبك، دايما في جيب بنطلونك مثلا وانت في الشغل وانت رايح وانت جاي، بس برضو لما تخش دورة المياه تشيلها، يعني ما تدخلش بيها. اوعوا حذاري حذاري حد يخش الحمام بآية قرآنية، واخدين بالكم؟ يا رب كده ايه يبعد عنكم وسوسة كل شيطان رجيم.